السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. اولا كده الفيديو ده مختلف عن كل الفيديوهات بتاعتنا. هعمل لكم جولة كده سريعة في محل مستلزمات المطبخ، الرفايع. اديكم فكرة كده عن الرفايع اللي موجودة في السوق. بصراحة النهاردة الاسعار بقت غالية نار، بس المحل ده بالنسبة لي انا كنز. زي ما انتم شايفين كده المعالج اللي في ايدي دي 6 كبار، 6 صغيرين، وستة شوكة كبيرة وستة شوكة صغيرة ب340 جنيه. اليد بتاعتها مدهبة. المحل ده بالنسبة لي أنا كنز بصراحة. حبيت كده أخد لكم فكرة أو أوديكم فكرة عن كل الرفايع اللي موجودة في السوق الأيام دي. زي ما انتم شايفين كده، احنا كستات بيوت بصراحة بنحب المحلات دي. انا عن نفسي بحب المحلات دي جدا، وما اخش محل بالطريقة دي او بالشكل ده بنسى نفسي. المحل ده بالنسبة لي انا بصراحة شخصيا كنز. شايفين ما شاء الله في كل حاجة. ما شاء الله في لحد كمان اطقم تجهيز العرايس. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وكل السكاكين بانواعها. شايفين. حبيت كده اخد لكم فكره. انا بصراحه كنت في المحل ده بشتري شويه رفايع. حبيت كده اخد لكم فكره عن الحاجات اللي موجوده في السوق الايام دي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا طقم توزيع السيليكون، وكمان الستانلس فرط كده بالواحده. يعني لو حابه تشتري مقصوصه لوحديها، كبشه لوحديها، اللي انت عايزه. طبعا كوباية الشاي وكوباية العصير برضو بأنواعها وأشكالها. زي ما انتم شايفين كده. الله يعين كل واحد يا رب عنده عروسة داخلة على جهاز. الموضوع مكلف بطريقة رهيبة بصراحة الأيام دي. كل حاجة بقت الضعف. ما شاء الله. شايفين. تعالوا كده اوريكم المكان ده محبب إلى قلبي بصراحة. الأسعار ده أنا فاكراها. كل أي نوع من الستانلس ده، في نوع ب10 وفي ب15 وأكتر حاجة ب20 من المكان ده. زي ما انتم شايفين كده. وكمان الميلامين. على فكرة ممكن تجمعي كده طقم. لو انت حابة تعملي طقم من الميلامين ده، ممكن تاخدي من كل حاجة 6 وتعملي طقم. وعلى فكرة الميلامين بتاع الفرط ده بيبقى طبق تقيل مش خفيف يعني. وكمان بيبقى نوعه حلو. ده صيني كده طبق ب35. انا فاكرة السعر بتاعه ده ب35. وكمان لو حابة تعملي طقم برضو، شايفين ما شاء الله. البولة العسل دي ب35. تعالى اوريكم واحدة كمان. شايفين. بالواحدة كده، لو حابة تشتري واحدة 2 3 زي ما تحبي. ما شاء الله. لو انت مكملة معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسينيش في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو. ولو ليكي اي سؤال كده في الفيديو اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول. تعالوا شوفوا الحلة بتاعت العزومات السلستين. ما شاء الله وهم بصراحة. كبيرة جدا. دي بتنباع كده تقريبا فرط بالحلة يعني. الاستانلس بتاعها حلو جدا. وكمان الألمونيا الفلاحي بالحلة كده برضو مش بالطقم على بعض. ولو انت عايزة حلة عايزة الطقم على بعضه زي ما تحب. حلاوة المحلات اللي هي بتكون بالشكل ده كده بتسهل على اي حد ان هو لو عايز يشتري حاجة ما يتحكمش يعني في موضوع ان هو يشتري طقم على بعضه. لا، بالواحدة كده. لو حابة تشتري حلة صغيرة كبيرة زي ما تحب، ستانلس، ألمونيوم، اي نوع،
بتكون بالواحده. فالموضوع المحلات دي بصراحه سهل علينا حاجات كتير. تعالى اوريكم طبق الفاكهه ده رهيب، تقيل جدا بصراحه، ما قدرتش اشيله. ده كان ب400 او 450، وتقريبا التالت 350. ده اللي انا فاكراه بصراحه، بس تقيل جدا رهيب. الجهاز بتاعه الكريستال النظيف بصراحه، شكله عسل. شايفين شكله حلو ازاي؟ في شويه جاز هنا تحفه بصراحه. وعلى فكره الموضه الايام دي ما عادش الجهاز اللي هو عليه نقوشات كتير والكلام ده، لا ده عاد الساده عليه رسمه خفيفه كده سيمبل. الصواني الميلامين، طبعا دي مش اطقم كده، فرد بالواحده. الصغيره دي ب12.5. ودي ب20 طبعا عشان الجوده بتاعتها كويسه. الصغيره العسل دي ب20. شايفين اشكالهم عسل بصراحه. المحل ده انا بخشه من هنا عايزه اصرف لي 3 4000 من هنا. انا مش عارفه يعني بصراحه المحلات ديت بالنسبه لي انا مشكله. لا اخش المحل من هنا يا نهاري عليا وعلى اللي بيحصل لي في المحلات دي. تعالى اوريكم الطقم ده كده رهيب، ب850 جنيه بس. الاستانلس بتاعه فظيع، تقيل جدا. الصينيه بصراحه في ايدي انا مش قادره اشيلها. الصينيتين، واحده كبيره واحده صغيره، ب850. هو زي الجزاز كده بالظبط. حتى انا وقفت عنده كده واتسمرت. تعالوا شوفوا اطقم الشربات. ده الشغل الحلو الهادي السيمبل الرقيق ده، مش اللي الجهاز كل ما تتهدي فيه وكل ما تخلي الرسمة خفيفة جدا بيكون شكله احسن. وطبعا كل واحد وذوقه كده حسب الاذواق. طبعا ده العجان اللي انا جبته وعملت لكم عليه، عملت لكم بيه فيديو. ده طقم صيني كده، واحد ب3000 ونص، وواحد ب4000 ونص. تقريبا كده 66 قطعة تقريبا يعني. ما تنسوش تحطوا لايك، وكمان لو اول مرة تشوفيني يا حبيبة قلبي ما تنسينيش في الاشتراك، وكمان كومنت الحلو. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.